السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي حبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله هنحل الامتحانين اللي احنا كنا خدناهم واجب في الحصة اللي فاتت. وطبعا محتاج من كل الناس ان هي تكون مركزة كويس جدا علشان تعرف كل الاجابات، وكمان تعرف الاجابة النموذجية لكل سؤال من الاسئلة بتاعتنا، وكمان علشان تبدأ اللي هي تصلح اخطائها. اولا كده يا سيدي، في محافظة الاقصر بيقول لك كده: امامك خريطة للوطن العربي. رقم واحد هيبقى محيط ايه؟ طبعا ده هيبقى على ايدك اليمين، يبقى المحيط الهندي. رقم اتنين بيقول لك جبال. بص دي الجبال دي موجودة عندك ايه؟ عند البحر الاحمر، فطبيعي جدا هقول له كده جبال البحر الاحمر. رقم ثلاثة بيقول لك دولة بها فائض في الموارد، وطبعا الدولة دي معروفة جدا، هي تبقى طبعا دولة السعودية. رقم أربعة بيقول لك إقليم مناخي، والإقليم ده موجود عندك في البحر المتوسط، قريب جدا من البحر المتوسط، فعشان كده أقول له إقليم البحر المتوسط. السؤال التاني بيقول لك: ما المقصود بكل من الموقع الجغرافي والزيادة الطبيعية؟ طبعا الموقع الجغرافي ده اللي هو الموقع بالنسبة لليابس والماء، إنما الزيادة الطبيعية دي الزيادة السكانية بتكون ناتجة عن الفرق ما بين المواليد وكمان الوفيات. طيب، السؤال التاني بيقول لي يا سيدي: مديني نهر وبيديني وادي، وبيقول لي انا عايز اعرف هما موجودين في دولتين. النهر الليطاني طبعا موجود في دولة لبنان، انما وادي العلاقي طبعا موجود عندنا في مصر. هنا بيقول لي بقى: صوب ما تحته خط. يصل مضيق هرمز بين البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي. أول حاجة يا سيدي هشيل كده كلمة هرمز وهكتب مكانها طبعا هي مضيق جبل طارق. رقم اتنين: بتقع هضبة حضرموت في وسط شبه الجزيرة العربية. هشيل كلمة حضرموت وهكتب طبعا هضبة نجد. رقم ثلاثة: بتنمو أشجار البلوط الفليني طبعا في الإقليم المداري. هشيل كلمة البلوط الفليني وهكتب الصمت. رقم أربعة: يعمل سكان البدو بحرفة الزراعة. طبعا هشيل كلمة البدو وهكتب الريف. رقم خمسة بيقول لي: من العوامل الطبيعية التي تؤثر في توزيع السكان بالوطن العربي. أول حاجة يا سيدي كده هقول له المناخ، لأن النقل والمواصلات من العوامل البشرية. طيب، هنا بيقول لي بقى يا سيدي: بما تفسر الأهمية الدينية للوطن العربي. أول حاجة دلوقتي عندنا هقول له كده: لأن هو كان مهبط للديانات السماوية الثلاثة زي اليهودية والمسيحية والإسلام. رقم اتنين هقول له كده: يوجد به أماكن مقدسة ويقصدها الناس للزيارة، زي مثلا أول حاجة وهي مسجد قبة الصخرة وكنيسة المهدي في فلسطين، كمان الكعبة المشرفة في السعودية. السؤال الثاني بيقول لك يا سيدي: ارتفاع نسبة الإعالة في الوطن العربي. طبعا دي بسبب أربع حاجات. أول حاجة عندنا ارتفاع نسبة كبار السن. رقم اتنين من هم في سن التعليم. رقم ثلاثة ارتفاع نسبة الأطفال نتيجة طبعا ارتفاع معدل الإنجاب. ورقم أربعة ارتفاع نسبة البطالة ما بين الشباب. السؤال ج بيقول لك كده يا سيدي: ما العلاقة بين الحروب والصراعات وتوزيع السكان في الوطن العربي؟ بص يا سيدي، أولا كده هقول إن الحروب والصراعات من العوامل البشرية اللي بتؤثر في توزيع السكان، فبيقول لك إن هو بيقتل أعداد كبيرة منهم، وكمان بيجبر على ترك بلادهم كما في فلسطين وطبعا سوريا. احنا بقى نخش على التاريخ. بيقول لي كده: يختار الإجابة الصحيحة. قامت في شمال شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام مملكة إيه؟ طبعا هقول له كده الغساسنة. أي حاجة فيها ألف ولام هتبقى في الشمال، إنما معين وسبأ وحمير ما فيهمش ألف ولام هيبقوا في الجنوب. طيب، رقم اتنين بيقول لك كده يا سيدي: قصد الرسول الطائف يلتمس النصر من قبيلة إيه؟ فطبعا هتبقى قبيلة ثقيف. رقم ثلاثة: كانت غزوة تبوك 9 هجريا موجهة ضد مين بالظبط؟ هقول له كده طبعا كانت ضد الروم. رقم أربعة: قام الخليفة ناض بنقل مقر الخلافة إلى الكوفة. طبعا هيبقى علي بن أبي طالب. هنا بيقول لي صح وغلط. بدأت مرحلة نشر الدعوة عالميا بعد صلح الحديبية. طبعا إجابة صحيحة. رقم اتنين: اتخذ الخليفة أبي بكر الصديق من هجرة الرسول بداية للتقويم الهجري. طبعا إجابة خاطئة، ولكن ده كان عمر بن الخطاب. النبي يقول لي يا سيدي: ما رأيك في موقف الخليفة عمر بن الخطاب من أهل بيت المقدس؟ أول حاجة دي حاجة كويسة، لأن هو طبعا يعني إيه؟ بيدل على سماحة الإسلام، فأقول له كده موقف رائع، لأن هو بيدل على سماحة الإسلام، لأن هو قام بتأمينهم على أرواحهم وأنفسهم ودور عبادتهم وأموالهم، ولم يجبر أحد للدخول في الإسلام. طيب، رقم اتنين بقى يا سيدي بيقول لي: دلل تاريخيا أنفق عثمان بن عفان أمواله في سبيل الإسلام. الدليل على الكلام ده: بص يا سيدي،
اولا كده لان هو انفق امواله في تجهيز جيوش المسلمين زي ما حصل طبعا في غزوة تبوك. هنا بيقول لي بقى لمن تنسب الاعمال. اول سفير في الاسلام ده كان مصعب بن عمير. احد الذين ادعوا النبوة ده مسيلمة الكذاب. اشار على الرسول بحفر خندق ده سلمان الفارسي. اثار الفتنة بين المسلمين في اواخر عهد عثمان ده هيكون عبد الله بن سبأ. طيب اكتب ما تشير اليه كل عباره. بيقول لك كده معارك خاضها المسلمون بقياده الرسول، طبعا دي بسميها الغزوات. انما لو قال لي ان الرسول ما حضرهاش فاقول له كده السرايا. رقم اتنين بيقول لي اهل مكه الذين خرجوا من ديارهم من مكه الى المدينه، طبعا دول بسميهم المهاجرين. اخر سؤال عندنا في المحافظه دي بيقول لي ما النتائج المترتبه على اجتماع المهاجرين والانصار في سقيفه بني ساعده بعد وفاه الرسول. بص يا سيدي، اولا كده هقول له ادى الى البيعه الخاصه لابي بكر الصديق علشان يكون خليفه للمسلمين، واختيار مين خليفه للمسلمين هو ابي بكر الصديق. رقم اتنين بيقول لي انتصار المسلمين على الفرس في معركة نهاوند. النتائج المترتبة على الكلام ده هقول له كده أدى إلى انتصار المسلمين، طبعا ده رقم واحد. رقم اتنين طبعا هم انتصروا وخلصوا، يبقى أقول له كده أدى لانتهاء دولة الفرس وسميت المعركة بفتح الفتوح. طيب تعالى بقى نخش على المحافظة الثانية طبعا وهي محافظة أسوان. بص يا سيدي، اولا برضو بيقول لي كده امامك خريطه للوطن العربي. رقم واحد مضيق. بص المضيق اللي موجود في افريقيا ده طبعا هقول له كده مضيق جبل طارق. رقم اتنين بيقول لي دوله. الدوله دي اللي جنب مصر يبقى دوله ليبيا. رقم ثلاثه بيقول لي اقليم مناخي، والاقليم المناخي ده موجود في الجنوب كده يبقى اقليم مداري. رقم اربعه بيقول لي محيط، والمحيط ده موجود على ايدك اليمين كده يبقى محيط هندي. هنا بيقول لي الموقع بالنسبه خطوط طول ودوائر عرض، طبعا ده هقول له موقع فلكي. هنا رقم اثنين بيقول لي هضبة تمتد في وسط شبه الجزيرة، طبعا هضبة نجد. رقم ثلاثة الزيادة الناتجة عن الفرق ما بين المواليد والوفيات، طبعا دي زيادة طبيعية. رقم أربعة المناطق التي نشأت دون تخطيط، طبعا دي مناطق عشوائية. هنا بيقول لي يا سيدي جيم ما النتائج المترتبة على نحت الماء للصخور ونقلها وإرسابها. هقول له كده أدى إلى تكوين أشكال سطح متعددة زي ذلات الأنهار وشواطئ البحار. طيب هنا بقى بيقول لي ما العلاقة ما بين المناخ وتوزيع السكان في الوطن العربي. هقول له كده بيتركز السكان في المناخ المعتدل، ولكن بيقل السكان في المناطق ذات المناخ الحار طبعا والجاف، وده العلاقة اللي بتربط الاثنين ببعض. هنا بقى بيقول لي أكمل من الأماكن المقدسة في الوطن العربي قبة الصخرة وتوجد في دولة إيه؟ هقول لك طبعا دولة فلسطين. رقم اتنين من أهم مظاهر هضبة أفريقيا الشمالية طبعا هضبة الشطوط. رقم ثلاثة بتنتمي الأجزاء الشمالية في مصر وليبيا والجزائر والمغرب كمان إلى الإقليم إيه؟ طبعا هقول له كده إلى البحر المتوسط. رقم أربعة من الدول العربية التي تعاني نقصا في سكانيا في وزيادة في الموارد السعودية طبعا والكويت. هنا بيقول لي صوب ما تحته خط بتمتد على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، طبعا اقول له كده جبال الشام. رقم اتنين سهول نهرها دجلة والفرات من السهول الساحلية، طبعا لا هتبقى سهول فيضية. رقم ثلاثة من نباتات الإقليم الصحراوي الأرز، طبعا هقول له كده الصبار. رقم أربعة بترتفع الكثافة السكانية في المدن الصناعية في مصر مثل الإسكندرية وأسوان، طبعا لا هقول له إسكندرية والقاهرة. رقم بما تفسر رقم واحد اعتدال درجة حرارة المناطق الساحلية. طيب أنا عايز أعرف ليه بتكون معتدلة في درجات الحرارة. طبعا الإجابة بسيطة جدا، هقول له كده لأن المناطق الساحلية بتكون مطلة على المسطحات المائية، تمام، بتتميز بالمناخ المعتدل، بتكون غير المناطق القارية اللي بترتفع فيها درجات الحرارة. رقم اتنين بيقول لك كده يا سيدي زياده نسبه الملتحقين بالتعليم قبل الجامعي. اول حاجه الحكومه بيقول لك ان هي اتاحت فرص عادله للتعليم للجميع للاسوياء وذوي الاحتياجات الخاصه، وبيقول لي كمان ان هي اقامت المدارس في كل مكان. طيب نخش بقى على التاريخ. بيقول لي حاول هدم الكعبه، طبعا ده ابراء الحبشي. رقم اتنين كلفه النبي برعي الاغنام حول الغار اثناء الهجره، طبعا ده ابن اسمه ده طبعا هيبقى عامر ابن فهيرة. طيب رقم ثلاثة أشار على النبي أن يعسكر عند أقرب بئر من أبار بدر، ده الحباب بن المنذر. رقم أربعة أشار على الخليفة أبي بكر بجمع القرآن، طبعا عمر بن الخطاب هو اللي أشار عليه، فأبو بكر الصديق طلب من زيد بن ثابت علشان يجمع القرآن. هنا بيقول لي رتب الأحداث. بص يا سيدي، أول حدث طبعا عندنا تمام كلهم دول حصلوا في عهد الخلفاء الراشدين بالمناسبة يعني.
اول حاجه طبعا ارسال جيش اسامه في ابي بكر الصديق. رقم اتنين معركه القادسيه. وبعد كده هقول له فتح بلاد النوبه. بعد كده هقول له طبعا هيبقى تنظيم الشرطه في عهد علي بن ابي طالب. هنا بيقول لي يا سيدي حدد اوجه الاختلاف بين جهود خالد بن الوليد ومعاويه بن ابي سفيان في محاربه الروم. بص، بمنتهى البساطه كده هقول له ايه اللي عمل الغزوه عمل ايه وده عمل ايه. بص، خالد بن الوليد كان قائد المسلمين في معركة اليرموك، تمام، وكان من النتائج بتاعتها اللي هو انتصر على الروم، وكمان مغادرة قيصر الروم لبلاد الشام. انما رقم اتنين عندنا وهي طبعا معاوية بن ابي سفيان. هقول له كده كان من ضمن الناس اللي هو طبعا كان في معركة ذات الصواري لما طلب من عبد الله بن سعد بن ابي السرح ان هو يبقى قائد الاسطول، تمام، ويبقى قائد المعركة. ومن النتائج طبعا اللي انتصر للمسلمين وكمان تدمير اسطول الروم وقتل الالاف منهم. طيب، وكمان ممكن اقول له كمان يعني ايه جزيره قبرص، لما كان طبعا لما فتح جزيره قبرص معاويه بن ابي سفيان. هقول له كده طبعا ان هو يعني ايه حمى مصر، تمام، من هجمات الروم على سواحل مصر والشام. ما الدروس المستفاده من غزوه حنين؟ استفاد من المعركه دي طبعا والغزوه دي ان النصر لا ياتي بكثره العدد والعده، ولكن بطاعتهم لله ورسوله وكمان وقوه ايمانهم بالله. هنا بيقول لي بقى صح وغلط، احتلت دولة الفرس قبل الإسلام مصر والشام؟ طبعا إجابة خاطئة. هقول له كده بدل الفرس دي هتبقى الروم. رقم اتنين من أسواق العرب قبل الإسلام ذي المجاز؟ طبعا إجابة صحيحة. رقم ثلاثة ولد النبي في عام الفيل؟ طبعا إجابة صحيحة برضو 570. طيب، رقم أربعة كان النبي يتعبد في غار ثور؟ هقول له لا، في غار حراء، إنما غار ثور ده اللي كان مستخبي فيه أثناء الهجرة هو أبي بكر الصديق. اختار الإجابة الصحيحة. المرحلة التي استغرقت 3 سنوات؟ طبعا دي مرحلة سرية الدعوة. رقم اتنين في عام الحزن قصد النبي الطائف يلتمس النصر من قبيلة ايه؟ فطبعا هقول له كده كان بيلتمس النصر من قبيلة ثقيف. هنا بيقول لي ظهر دور المرأة في نصرة الدين الإسلامي خلال طبعا ايه؟ طبعا في بيعة العقبة الثانية، لأن طبعا قال لك إن هو دخل في الإسلام 73 رجل وامرأتين. طيب، رقم أربعة الركن الثاني من أركان بناء الدولة الإسلامية؟ طبعا أقول له كده المؤاخاة. آخر سؤال عندنا بقى بيقول لي دلل على طبق الخليفة عمر بن الخطاب مبادئ الفتح الإسلامي مع أهل بيت المقدس. بص يا سيدي، أول مع أهل بيت المقدس طيب، أول حاجة يا سيدي هقول له كده إن عمر بن الخطاب الدليل على الكلام ده إن هو عمل إيه يا سيدي؟ أول حاجة بيقول لك إن هو قام بتأمينهم على أنفسهم. تمام، يبقى اقول له كده ايه؟ يبقى عمر بن الخطاب قام بتأمينهم على انفسهم. وكمان بيقول لك ان هو يعني ايه نشر عبادة قام بتأمينهم على أنفسهم وأموالهم ودور عبادتهم. طيب، ده كده بالنسبة لمين؟ بالنسبة لي الخليفة عمر عمر بن الخطاب. وطبعا ده بيدل على ايه؟ بيدل على التسامح الديني مع غير المسلمين. هنا بيقول لي بقى حدد الآثر الناتج عن صلح الحديبية. بص يا سيدي، صلح الحديبية هقول له كده ان هي يعني ايه؟ بقت مرحلة عالمية الدعوة، فالرسول ارسل للرسل لجميع ملوك العالم بيدعوهم للإسلام، تمام. وطبعا اقول له كده من المرحلة دي بقت مرحلة عالمية الدعوة. ده بالنسبة لصلح الحديبية. آخر سؤال بقى أسباب نقل الخليفة علي بن أبي طالب الخلافة أو مقر الخلافة أو عاصمة الخلافة من المدينة إلى الكوفة؟ هقول له كده علشان يكون سهل بالنسبة له اللي هو ينتقل إلى المدن الإسلامية الجديدة اللي هو فتحها. وطبعا بسبب اتساع الدولة الإسلامية بسبب كثرة الفتوحات الإسلامية اللي حصلت في الوقت ده. وده كده كان آخر سؤال معانا في حل الامتحانين بتوعنا وحل الواجب بتوعنا. أنا عايزك دلوقتي تكون مركز جدا في كل سؤال علشان تعرف الإجابة بتاعته، وبكده نكون حلينا الامتحانات بتاعنا ونكون كمان عرفنا كل سؤال بيتكلم عن ايه. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.